عليكم. عايز اعرفكم بنفسي وبريف صغير عن البرنامج. انا اسمي احمد طاهيو، اسكندراني واتولدت في اسكندريه، عمري 48 سنه. حبيت جدا السوشيال ميديا، كل بوستاتي على الفيسبوك هتلاقوا عن الاكل، طريقه عمل الاكل، اللقطه النادره، الاكله الغريبه، المطعم الصح قوي او زي ما بيسموه بالطلياني البرفيتو. اسافر له لغايه اخر حته في العالم. لو عرفت حد بيعمل طشه ملوخيه بطريقه جديده اروح له ولو اخر العالم. كل شغلنا او كل حلقاتنا في برنامج طاهيو الاكيل هتبقى في مطاعم اللي عندها حاجه نادره، اللي عندها اللقطه النادره. هنشوف في كل حلقه كل حاجه جديده، كل طعم جديد، كل تيست جديد، كل طريقه غريبه. يعني كل لما واحد يدلع نفسه اكتر، يمضغ بالراحه، يستطعم كده الاكل. في حاجه في اللسان اسمها تيست بادز او مستقبلات الطعم. احنا عارفين البرجر، الصوصات اللي عليه بتعمل ازاي، بتخاطب اللسان واللسان بيخاطب العقل. طشه الملوخيه، التخديعه بتاعت الصلصه اللي جوه الكشري. كل طبق هنشوفه مع بعض في حاجه زي الطشه، فيها فكره، فيها حاجه جديده، فيها حاجه بتخاطب القلب. مطعم المرسى اللي هنصور فيه النهارده حلقتنا مش مطعم سمك عادي، لا. المحل هنحكم عليه من اول دخلتك من بره، الديكور بتاعه هتحس ان انت قاعد في كيوزين طلياني بطعم اسكندراني بديكور حاجه تانية خالص. اهم حاجه في المكان الطاقه الايجابيه. انت تخش مكان الاضاءه، العين بتشوف قبل الاكل. انا ببص على مكان اضاءته حلوه ازاي، ده هيشجعني ان انا اشوف الاكل بشكل تاني، بطعم تاني. المكان هنا ما شاء الله مليان طاقه ايجابيه، حلو جدا. يعني له ميكس تاني جديد وغريب خالص. تحياتي. حلقتنا النهارده حلقه سي فود 7 ستارز، ليست لذوي القلوب الضعيفه. ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني من مطعم المرسى واحلى سي فود. هنشوف مع بعض حاجه. معانا النهارده الماركتنج مانجر بتاع المطعم استاذ حسني. مساء الفل، اخبارك ايه يا باشا؟ اهلا وسهلا. يعني حاجه جميله جدا. يعني انا حكمت على الموضوع من يعني حكمت على التيست من الريحه. الله يخليك الله يخليك. فاحكي لي بقى يا باشا قصه ايه؟ ابتدي بس احضر. طبعا قصه المرسى الاول. بس احنا متشرف بيكم. الله يخليك. برنامج طاهيو الاكيل حبيبي، العمل معاك. اهلا وسهلا، شرفتونا النهارده. اهلا بيك. الفكره طبعا كمطعم هي الفكره مزج ما بين الميديترينيان، اسكندريه، الديكوريشن نفسه جديد وغريب ومبتكر. بالظبط. مش يعني محل سمك عادي زي اللي احنا بنشوفه في اسكندريه. يعني احنا حاولنا بقى نقول الناس اللي هي قامت على العمل ده كاونرز، مجموعه من الشباب اللي هم شافوا ان هم عايزين يغيروا شويه وعايزين يوصلوا فكره. بالظبط. فكره مكان جديد
احنا عندنا التراديشن بتاعنا الاورينتال بتاعنا اللي احنا عارفينه في اسكندريه كله بالظبط. وفي نفس الوقت بقى الجو بقى عايزين نقرب شويه من الميديترينيان، انت بحر متوسط. الاونرز لما قريت عنهم يعني عارف ناس اكيله وناس مزاجنجيه جدا، خلطوا السمك. يعني انا لقيت في سلوجن مكتوب بالانجلش تحت. الديكور نفسه، السلم بتاع المطعم زي ما هنشوف، كل شبر في المطعم معمول باحترافيه ومعمول بذوق جميل جدا، مش محل سمك تقليدي، سمك وجمبري وشوربه ويلا بينا. طب هو هي طب باشا نتكلم ونشوف ده. اتفضل يلا. بعد اذن حضرتك بس اطمن بس واطمن الساده المشاهدين. احنا عندنا فريق في العمل كبير في المطبخ. بالنسبه دي بطارخ. بطارخ بايه؟ دي بطارخ بالزبده، صوص الزبده. دي متحمره في الزبده؟ مش متحمره، هي متاخده في الفرن يعني. تحط عليها صوص زبده وتحط في الفرن. كارثه. ايه رايك؟ الطعم عارف يعني الطعم جديد وغريب وبيخاطب الاكيل. بالظبط. احنا عايزين بقى برضو ننقلك في حته ثانيه يعني. احنا برضو من الحاجات اللي احنا مشهورين بيها في المطعم عندنا كابوريا مخليه، دي رهيبه جدا. ده حضرتك ده ايه؟ ده كشري؟ كشك. سوري كشك. انت عارف يعني من القوه الفوسفوريه الكيبورد هنج. لا احنا لسه ما دخلناش، لسه ما بدأناش. الكشك تحفه وبيتي جدا جدا جدا. دوق الاول شوربه البطارخ دي. انا اسف، المفروض نبتدي بالشوربه صح؟ عندنا نوعين من شوربه بطارخ. شوربه بطارخ شوربه بطارخ بالجمبري. شوربه بطارخ هنشوف مع بعض عامله ازاي يعني. فعلا سميكه جدا، مش مياني زي الحاجات الثانيه. لا. We speak the sea language. سي لانجوج. ده السلوجن اللي انا لقيته على الباب تحت بالظبط. فقلت لا يعني كمانجمنت كاداره هنا مختلفه تماما، مش محل سمك عادي، مش محل تراديشنال. باشا احنا قلنا دي ايه؟ دي بقى كابوريا مخليه بقى. كابوريا مخليه. باشا طب المكونات؟ كابوريا وصوص جبنه. ورقه وقلم واكتبي معانا يا ست الكل. لا مش هينفع. لا هم يخليهم يجوا يجربوا هنا ويعرفوا. تمام. انت دوق وشوف. انا شايف طبعا في يعني بطارخ كابوريا. الشيف بتاعنا بطارخ كابوريا عليها موتزاريلا طبعا بتتاخد الكابوريا وبتتخلى وبعد كده بنبدا بقى احنا توتو باني يعني. جراتسي سينيوري. انا شايف عليها كمان حتت كاليماري وصبيت. لا هي كابوريا ممكن تكون بقى، هو ممكن يكون الشيف باشا. طب نجري بسرعه على طبق الملوخيه ده. نروح بقى تشوف الملوخيه بقى كده، هشوف هيرجعك بقى يعني. انت كده هتنقل في حته ثانيه خالص. نخش بقى ايه؟ انا باشا عايز اشوف الجمبري زي ما بيقولوا، جمبري مفتري. نشوف كده وتقول لي بقى رحت فين. الملوخيه بيتي تمام بس كده. والملوخيه خضراء، مش ملوخيه ناشفه زي المطاعم الثانيه. هو ده الميكس اللي احنا قاصدين نوصله للناس، اللي هو يعني الاختراعات الجديده والطعم. دايما الاكل دايما اول حاجه، او الراجل في البيت بيجي اول سؤال بيتساله وهو نازل هتاكل ايه النهارده؟ صح كده؟ باشا ده السؤال التقليدي. بنحاول نغير بقى. ده السؤال التقليدي، هناكل النهارده اللي كلنا بنحاول نجاوب عليه. لا يعني احنا بنهرب. انا عن نفسي في الويك اند او في نص الاسبوع لازم ديليفري من المرسى فور شور. طب نشوف الرز. تمام. الرز صياديه. رز صياديه مليان جمبري. هو في نفس الوقت عارف يعني مفلفل بطريقه حلوه قوي كانه بيتي. طبعا. القاروصه بطاطس يا باشا احكي لي عنها. دي عباره عن بطاطس هي اوريدي بتبقى مطبوخه معاها. سلايسز. تخش الفرن بعد كده بالموتزاريلا. هي طبعا الاول بتبقى يعني انت القاروصه زي ما انت شايف مشرفه فوق البطاطس جميله. تحس ان هي ايه. وبعدين شفتها وانا تحت وقعت في غرامها الصراحه. القاروصه فريش وبتلمع ويعني عينيها بتكلمني. حاسس بالطعم اليود ولا لسه ما حسيتش بيه؟ حسيت بيه في الفرش السمك تحت. تمام اوكي. يعني انت داخل انا راجل اكيل وسماك، فعارف ان السمك كله اللي تحت ده مفيش حاجه فيها فروزن، كله فريش الفريش. دايما التجربه ان انت بتروح مكان تاكل فيه وتحس ان انت ماشي بقى خلاص مازال طعم السي فود في بقك. نخش يا باشا على الجمبري الباتر فلاي. ده بقى قصه ثانيه.
ده قصه لوحده. الصوص بتاعه طبعا يا جماعه، في العادي انا بكون لابس بافيتا وبيبقى معايا بدله غطس باكل بيها السي فود، لكن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد الجمبري يعني ريحه الخلطه والصوص وصلاني لغايه هنا. في عندك حضرتك برضو اللي هو الصوص ابار هنا، لو اوكي، تحب ان انت نجيب يا باشا الصوص زي ما انت باشا. شوف كده، شوف الاول من غير صوص وبعد كده بصوص. طب شوف الاول استطعم. رحت فين بقى يا استاذ احمد؟ الشبت كل طبق ليه حكايه. الشبت فعلا كل طبق له حكايه وله طعم. الباتر فلاي مش عادي. الشبت كمان معلي التيست قوي فيه. شوف بقى نجرب الصوص معاه بالظبط. اجرام. تمام. احنا كده انا سمعت ان الشيف عندكم هنا مطلوب من الانتربول، هو والانتربول بيدور عليه صح؟ وونتد فعلا بالظبط. طب الجمبري التاني ده ايه؟ الحاجات الموجوده عندنا ده الجمبري ده بقى، ده برضه اختراع. ده بقى محشي. ده بايه؟ محشي كابوريا. جمبري محشي كابوريا. او ماي جاد، او ماي جاد بصوت اتش دبور. روق كارثي فعلا. جمبري زي الباتر فلاي بس على الوش موتزاريلا وكابوريا. يا باشا ده لا يعني، لا الشيف الجواب بيبان من عنوانه. الشيف بتاعنا دايما. نشوف الدبس. شوف كده. تمام. حاجه تانية خالص. احنا بقى دلوقتي عايزين نفصل. عايزين نفصل فصل قبل ما نخش على العروس ده. الاولى دي عروسه صدفه السعاده. بس قبل ما نخش عليها عايزك بقى تدوق الرز المعمر. الرز المعمر يا باشا نشوف الرز المعمر. ده برضه ده اللي ايه ده، نقول نرجع تاني نقول الميكس ما بين ايه، ميكس ما بين الميديترينيان وما بين الايه. انا شايف فيه بيض صبيط كمان. مكوناته بيض الصبيط والبطارخ والجمبري ورز معمر بموتزاريلا ببيض صبيط. ايوه البيض تحفه. ايه رايك؟ قصه طالع من الفرن البيتي، مش مفيش ولا حاجه فيها طعم زفاره، مفيش حاجه. لا. يعني كل حاجه التيست بادز او مستقبلات التذوق عندك بتاخدك لحته ثانيه خالص. بالظبط. مفيش حاجه، كل حاجه ليها. احكي لي عن صدفه السعاده دي بقى، دي اختراع بقى. دي اختراع كده برضو ما بين الشيف وما بين الاونرز. اختراع جامد جدا. حاجه يعني انا ما شفتهاش غير في المرسى. يعني عايز اجيبها جنبي هنا. قال لك نعمل، لان دي كارثه. يعني انت عارف احكي لي يا باشا. السمك نفسه او السي فود نفسه بيعمل كده برضه، بيعلي كده هرمون السعاده عندنا. اكيد فسموها صدفه السعاده. هم قال لك بقى احنا نعمل التركيبه دي ونحطها في الصدفه جزء برضه. اديني يا باشا مكوناتها ايه. انا شايف اول حاجه فوق فيها بطارخ. ايوه شوف بقى انت اصطاد كده وانا بطارخ غرقانه موتزاريلا. ايوه مع بيض الصبيط، مع الصبيط، مع كاليماري، ومع بقى الكريمه اللباني مع جمبري. او ماي جاد. انت عايز تاخد بقى ايه؟ بص خد معلقه كده بالصوص كده كله مع بعضه عشان تحس بطعم ايوه باشا. دي عايزه يوم لوحده. وهل دي بيبقى فيها معاها باستا جوه ولا بتبقى لا يعني سي فود سك؟ يعني بتبقى سي فود سك. البيض الصبيط لوحده كارثه. طبعا دي بالميزان برضو. احنا هنا عندنا بنهتم اكتر بالفولو اب مع الكاستمرز بتوعنا. انا شايف فيه يعني على طول في ابديت وفي تجويد وفي بالظبط. وبرضه طيب. بنفس الوقت السي فود مفيش سي فود منيو. يعني انت هنا تقدر تيجي تطلب اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه بالفلوس اللي معاك. يعني بقى مش داخل مثلا فيكسد منيو بقى انا ممكن مثلا وجبه 200 جنيه ووجبه 300 جنيه اللي انت عايزه كده ايه. مش ميكس من الحاجات على قد اللي معاك. مش قادر اسيبها في حالها الصراحه يعني. تحفه جدا. كارثه كارثه كارثه. دي من الحاجات المميزه وخدتنا فعلا في مكان تاني. انت ما جربتش دقت السمكه نفسها؟ لا لسه. طب دوق السمكه نفسها. طب واحنا بنتكلم اديني بريف كده. المرسى ابتدى امتى؟
احنا داخلين في السنه الثالثه. السنه الثالثه بدانا بمكان كان حوالي 50 فرد. وبعد كده الحمد لله ربنا كرم بمجهودات. انا جيت هنا في الافتتاح فعلا، كان مجهودات التيم العمل كله في المكان. فالرؤيه كانت ان احنا نكبر يكبروا المكان اكبر شويه، فزودنا حوالي 50 ترابيزه، 50 كرسي، 100 كرسي. اوكي، بقى عندنا 150 كرسي. 150 كرسي 150 كرسي يعني حضرتك دي اعتبرها فرصه للشركات والجروبات والشباب اللي عايز يعمل اوتنج. احنا مع اي حاجه، مع كاترينج، معانا دولاب عمل قوي جدا في اي مكان. حلو قوي. العروسه بتتكلم عن نفسها. لا يعني فعلا الشيف ده يحتاج، يعني لازم يترشح بجداره لجائزه نوفل للسلام. للسلام للسعاده، لان هو بصراحه يعني عمل شغل جامد. السيرفيس جميله جدا، الطعم جميل جدا. النجاح اي مكان بيعتمد على طبعا كمانجمنت، اداره. لا غير كده، انت في اي ريستورانت هو جوده طعام واتموسفير ولوكيشن. اكيد اللوكيشن كمان، احنا جنب البحر على طول، مفيش يعني دقيقه. احنا سيدي بشر يعتبر اول خالد بن الوليد. جنب، على طول جنب البحر، على طول جنب البحر، بيننا وبين البحر مفيش 30 متر بالظبط. معظم كمان احنا بنهتم اكتر بالماركتنج بتاعنا، السوشيال ميديا، فمعظم زبايننا بيجوا كمان. انا شفت صفحتكم ما شاء الله يعني، على طول كانت نازله على كرش كيبر، كانت مكسره الدنيا. كرش كيبر وافضل اماكن الفسحه في مصر. فدايما احنا بنحاول نوصل الفكره بتاعه الميكس ده، زي ما قلنا، ما بين التراديشنال والمودرن. بالظبط. واسكندريه لما اجي لو انا جاي من القاهره لازم اخد تجربه ان انا فعلا. انا عن نفسي ان انا قاعد ارشح لكم المكان ده كسمك في اسكندريه. مكان وطعم وكواليتي اوف سيرفيس والاسعار، وعندكم فيزا طبعا. عندنا فيزا كارت طبعا. في فيزا، اهم حاجه معاها في فيزا. فيزا كارت. مستر حسني، ميرسي جدا. اهلا وسهلا. والطعم مش عايز اقول لكم يعني، الجو بيبان من عنوانه والعين بتاكل قبل ما بتدوق. ميرسي جدا لمطعم المرسى، شرفتونا. وان شاء الله تتكرر وفروع كتيره ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله نشوفكم تاني في فروع احسن وافضل. ميرسي جدا يا باشا، تابعونا. كان نفسي اقول لكم اتفضلوا، لكن لازم اهجم، مش هينفع. خير يا فندم. الله يبارك الله يسلمك. الله يكرمك. يعني اتمنى ان شاء الله تكون الشوربه وبقيه المنيو جميله ان شاء الله. لا بسم الله. شوربه لغايه دلوقتي زي الفل. زي الفل. زي الفل. السلطات تحفه. طلبنا ايه النهارده؟ احنا ضربنا سمك. احنا طالبين بوري ان شاء الله. ان شاء الله. حضراتكم من اسكندريه ولا من بره اسكندريه؟ لا من القاهره ان شاء الله. ده حاجه جميله جدا. وسمعتوا عن مرسى منين؟ احنا متعودين ان احنا كده ننزل القاهره، لازم نيجي مرسى. تمام. مشهوره اكلها اصل الطعام الصراحه. الستاف جميل والمكان تحفه بصراحه. احنا قاعدين اصلا هنا في الهيلتون، بس ده المكان المفضل بتاعنا يعني. ان شاء الله المنيو تعجبكم والف هنا. لا كله جميل والله. الاستاذ محضر الفيزا اكيد. احنا واثقين في المكان. احنا واثقين في الناس قبل المكان كمان، لان المكان هنا يعتبر من الاساسيات بالنسبه لنا يعني. شرفتونا. البترول كلها ده شرف لينا. محل المرسى. الله يبارك. استاذ حلمي والاستاذ احمد من الناس يعني اللي بصراحه ربنا
الواحد بيقول كلام جميل بالنسبه لهم يعني. الله يخليك، مش عايز اعطل حضراتكم. الله يبارك فيك، اتفضل معانا. طيب اتفضل قبل ما معانا. الشوربه تبرد لا لا اتفضل معانا ان شاء الله. ميرسي يا فندم، ميرسي والف الله يخليك. شكرا. الله يخليك. شكرا يا فندم.